ده الجزء التاني من فيديو الرد على اهم اسئله المتابعين. لو ما شفتش الجزء الاول ادخل على الشانل هتلاقيه. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي ويلا بينا نبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صباح الفل، معاكم محمد ابو عيسى واهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو النهارده كالعاده مميز، فيديو من الفيديوهات المحببه الى قلبي واللي انتوا كمان بتحبوها، وهو فيديو الرد على اسئله المتابعين. نزلت ستوري على الانستجرام وطلبت منكم تسالوني اهم الاسئله اللي عندكم عشان اجاوب عليها في فيديو. فلو لسه ما عملتليش فولو على الانستجرام هسيب لك الانستجرام بتاعي تحت، ما تنساش تعمل لي فولو عشان بنزل دايما ستوريز وبسال لو عندكم اي اسئله وبجاوب عليها. فمش عايز اطول عليكم ويلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان اللي جاي جامد. ويلا بينا نبدا. هنا محمد بيقول لي انا عايز اعرف لو انا في كليه وعايز اسافر اوزبلنج ولما انزل اجازه ازاي ما ياخدونيش جيش. بص، انت لازم تكون متسجل في الكليه، ولما تنزل مصر بتعمل تصريح سفر علشان انت بتكون على اسم الكليه، فبتاخد تصريح سفر وتقدر تسافر بيه تاني. وهنا محمد بيقول لي حبيب قلبي حبيب قلبي يا محمد. السؤال اللي بعده محمد بيقول لي دلوقتي لو خلصت بكالوريوس في مصر وهكمل في مجال تاني، فهل هاخد دبلومه في المانيا واكمل ماستر عادي ولا ببدا من الاول بكالوريوس؟ لا، انت غالبا بتبدأ من الاول بكالوريوس. وهنا ابراهام بيقول لي ينفع اعمل تدريب مهني برمجة بمستوى ادسفاي؟ طبعا مستحيل، انا اسف اللي انا بقول لك كده، ولكن الادسفاي مش هتخليك تعمل اي اوز بيلدنج اصلا بشكل عام. حتى لو اقل او ابسط حاجة لازم اقل حاجة خالص بي اينس، ولو برمجة محتاج بيتس فاي. وهنا وسيم بيقول لي عاوزين تقارن بين النمسا والمانيا طبعا في الدراسة والمعيشة. بص، هو على حسب خبرتي انا ما جربتش النمسا، بس الناس اللي جربت النمسا بتقول ان المانيا افضل بالنسبه للفلوس والمعيشه وكمان بالنسبه للدراسه، بس انا ما جربتش غير المانيا. هنا محمود بيقول لي لو سمحت لو انا معايا لغه الماني وعندي 17 سنه ينفع اسافر المانيا؟ ينفع لو انت معاك بيتس فاي، بس لازم تكمل الاول 18 سنه، يا اما بتعمل حاجه اسمها الوصي القانوني وانت لسه تحت ال 18 سنه. يفضل ان انت تكمل 18 وبعد كده تسافر. هنا عمر بيقول لي ممكن اروح المانيا سياحه وانا 16 سنه واقدم على اوزبيلدونج؟ ممكن عادي تروح وتقدم وتاخد كمان القبول، ولكن لازم هتنزل مصر وتقدم من اول وجديد، ولازم هتستنى لغاية ما يكون عندك 18 سنة. فوفر على نفسك الفلوس دي دلوقتي سنتين وتعلم فيهم اللغة، وهات خبرة شوية في المجال اللي انت عايز تتعلم فيه علشان تقدر تسافر مستريح. هنا احمد بيقول لي انا دلوقتي في ثالثه ثانوي، هل ينفع اخلص واسافر ادرس اوزبيلدونج وانا عندي جيش وشكرا؟ بصوا، هو الاوزبيلدونج مش بيأجل الجيش، فانت لازم بعد ما تخلص ثانوي اللي انت تقدم ورقك في كلية وتربط نفسك بالكلية، وبعد كده تعمل تصريح سفر وتسافر على اوزبيلدونج، ولازم طبعا يكون معاك لغة. والسؤال اللي بعده بيقول لي هل اقدر اقدم على اوزبيلدونج تمريض قبل ما يبدأ بشهر؟ انت تقدر تقدم قبل ما يبدأ بسنة كمان، يعني انت بتعمل حسابك كل ما تقدم بدري كل ما بيكون افضل. وهنا السؤال اللي بعده بيقول لي باشا، اسهل وافضل امتحان الماني جوتا ولا تلك ولا يو اس دي؟ من حيث انه سهل وتعدي منه، الصوتيات بتاعته مش سريعه. اعتقد انه جوتا عشان تقدر تحضر له يعني بسهوله، وناس كتير منزله نماذج للامتحان. هنا منى بتقول لي انا اخدت اينس في كورس وعايزه اقعد اكمل الادس فاي مع نفسي وراجع على المستوى الثالث، قرار صح ولا غلط؟ انا عندي وقت بس مش كتير. بص يا منى، انت تقدري تاخدي الادس فاي والبي اينس كمان مع نفسك لانهم مستويات مش صعبه قوي، وحاجه حلوه اللي انت خدتي اينس في مكان علشان هو اينس صعب والبيتس فاي صعب، ولكن الادس فاي والبي اينس ممكن تاخديهم مع اي حد على اليوتيوب، مش محتاجين وقت كبير ومش محتاجين مجهود كمان كبير. وهنا السؤال اللي بعده بيقول لي معلش لو تعرف اي معلومه عن مجال التحاليل الطبيه، خايفه اخلص كل حاجه وما الاقيش فرص عمل. بصي، هو فرص العمل في المجال الطبي مطلوبه جدا، بس لازم يكون معاكي خبره ويكون معاكي شهاده كويسه، شهاده لغه اللي هي بيتس فاي. السؤال اللي بعده بيقول لي انا في تانية تمريض وعايز اتعلم لغه بس الكورسات غاليه قوي، في طريقه تانية اعرف اعتمد عليها؟ طبعا اليوتيوب عمنا ما خلاش اي حاجه خالص، تقدر تتعلم كل حاجه انت محتاجها من على اليوتيوب. فعندك افضل القنوات اللي انا اتعلمت منها محمد شحاته، ضياء عبد الله، وخالد بوزان، من احسن الناس اللي بتشرح على اليوتيوب. السؤال اللي بعده بيقول لي هل هيكون في عجز في التمريض كمان 5 سنين؟ هي دي بقى بتاعت القدر، يعني الله اعلم، دي بتاعت ربنا، بس يعني انت اعمل اللي عليك
واشتغل دلوقتي وشوف اللي في ايدك، وكمان 5 سنين ان شاء الله نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، ممكن تظهر فرص احسن من التمريض بكتير. فانت اتعلم وكمل في اللغه واعمل اللي عليك. وهنا احمد بيقول لي طالع تبع شركه ايه؟ انا مش طالع تبع شركه يا احمد، انا كنت مقدم بنفسي. والسؤال اللي بعده بيقول لي انا في معهد تمريض وعندي جيش، تنصحني ابدا في اللغه من امتى؟ لو انت هتعرف تراجع اللغه في خلال فتره الجيش فانت ابدا من قبل الجيش وكمل يعني مراجعه عليها في الجيش. لو هتنساها فلازم تبدا بعد الجيش عشان تعبك ما يروحش على الفاضي. وهنا مريم بتقول لي احسن مكان ابدا فيه المانيا. هو طبعا احسن مكان هو جوتا، ولكن جوتا غالي جدا، فانت لازم تشوف انت في محافظه ايه، واحسن او اشهر الاماكن اللي بتدي عندكم الماني بتكون بسعر ابسط شويه من جوتا. وهنا عبده بيقول لي هل ممكن انقل من بولندا لالمانيا دراسه واعادل سنين الدراسه؟ ممكن لو انت قدمت في المانيا ممكن يجي لك القبول وبعد كده تنقل من بولندا لالمانيا عادي. وهنا زياد بيقول لي اتكلم عن فقدان الشغف لتعلم اللغه وازاي نجدده. بص هو دي حاجه طبيعيه جدا، انت بس لازم دايما بتكون معاك السكتش بتاعك الحلو، القلمه بتاعتك الملونه الجميله، بتبدا بتحفز نفسك بنفسك من الاخر، تلزق مثلا حاجات على الحيطه قدامك بتفكر نفسك بيها، بتكتب ادعيه في بدايه السكتش اللي انت بتذاكر فيه، بتذاكر بطريقه لذيذه شويه، مش اللي هو انا بذاكر عشان انا لازم اتعلم اللغه، ولكن انت بتذاكرها عشان بتعمل حاجه بتحبها وبتعمل حاجه لمستقبلك. وتقدر كمان تتفرج على فيديوهات لناس عملت نفس اللي انت يعني بتفكر تعمله او نفسك تعمله وسافرت وحققت هدفها، فانت تتفرج عليهم علشان كمان الحاجات دي بتديك باور كده. هنا مصطفى بيقول لي انا هروح بولندا. الاول قبل المانيا، اكمل دراسه هناك واكمل اللغه لحد بي اينس. هل البي اينس اقدر اجيب بيها عقد اوزبيلدونج؟ بص يا مصطفى، هو ممكن تجيب بيها عقد اوزبيلدونج ولكن بتبقى صعب دلوقتي. يفضل نصيحتي ليك ونصيحتي لكل الناس اللي بتتفرج انها تاخد الاول البيتس فاي وبعد كده تسافر. هنا ياسمين بتقول لي نسافر المانيا ازاي؟ بالطياره يا ياسمين. هتسافريها لازم تعلمي الاول لغه وبعد كده تاخدي بقى شهاده التخرج بتاعتك او الثانويه وتقدمي بقى تشوفي انت عايز تقدمي على ايه، بعد كده ان شاء الله بتسافري المانيا. يوسف هنا بيقول لي ايه الاوزبيلدونج المفتوح لعلم رياضه وهل هحتاج سنه تحضيريه؟ الاوزبيلدونج مش محتاج سنه تحضيريه ومش محتاج حساب بنكي، عادي يعني لو انت علم علوم او علم رياضه تقدر تدرس اي اوزبيلدونج انت عايزه، ولكن يفضل في الحاجات المطلوبه قوي واللي الالمان يعني مقبلين عليها اللي انت تكون مميز شويه، تكون معاك مستوى لغه عالي، يكون عندك شويه خبره في المجال ده علشان تقدر تتقبل. هنا محمد بيقول لي اسهل طريقه لسفر الاطباء الاسنان لالمانيا. لازم هتعادل الشهاده بتاعتك، هتروح تعادل الشهاده بتاعتك في المانيا، ولكن طبعا لازم يكون معاك لغه من بيتس فايل للسي اينس. والسؤال اللي بعده بيقول لي السلام عليكم، من فضلك ينفع ادخل كليه بعد الاوزبيلدونج في نفس التخصص الاوزبيلدونج بدون سنه تحضيريه؟ وشكرا لردك. ينفع تدخل في نفس التخصص. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ينفع ان شاء الله لو في نفس التخصص بتخلص الاوزبيلدونج بس بتجيب درجات يعني عاليه جدا، وبعد كده بتقدم في الكليه على نفس التخصص وان شاء الله بتدخل من غير سنه تحضيريه. والمعلومه دي على حسب المعلومه اللي عندي، لكن انا ما شفتش حد بشكل فعلي عمل كده، ولكن سالت ودي المعلومه اللي عندي. السؤال اللي بعده بيقول لي هل في اوزبيلدونج لفنيين الاشعه؟ يا ريت ترد علشان انا مش عارف، انا بتعلم الماني وانا اصلا فني اشعه في مصر والدنيا ملخبطه. في اوزبيلدونج لفنيين الاشعه، وكمان اي شغل خاص بالمجال الطبي بشكل عام مطلوب جدا في المانيا. وهنا سؤال بيقول ايه رايك في حق القُصّر في اللجوء والتعليم في المانيا؟ وطبعا بالنسبه للقُصّر واللاجئين بياخدوا حقوق للتعليم وحقوق للسكن والكلام ده كله، ولكن انا لا انصح مطلقا ان الواحد يعمل لجوء في المانيا او في اي بلد يعني في اوروبا، لانك في الاخر بتتعامل معامله سيئه جدا. انت اي نعم بيكون لك فرص انك تتعلم وبيدوك يعني الامكانيه اللي انت شقه واللي انت تدرس وتتعلم لغه والكلام ده كله، ولكن في الاول والاخر بتتعامل معامله سيئه فوق ما تتخيل، فلا انصح اي حد ان هو يقدم لجوء. وهنا اخر سؤال، عمر بيقول لي عايزين نشوفك قريب بقى، وحشتنا والله، هتنزل امتى؟ والله انتوا وحشتوني اكتر، وانا الحمد لله دلوقتي موجود في مصر، وان شاء الله اقدر اقابلكم قبل ما اسافر. وبكده رجاله اكون قدرت باذن الله اجاوب على اغلب الاسئله بتاعتكم اللي انتوا سالتهاني في الستوري، فلو انت لسه ما عملتليش فولو فهسيب لك الانستجرام بتاعي تحت، ما تنساش تعمل لي فولو. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، فعل الجرس، وتصلي على النبي، وتدعي لي وتدعي لاخواتنا في كل حته في الدنيا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وفي نهايه الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انا معكم محمد ابو عيسى، اشوفكم في فيديو جديد. وامي
طال الانتظار. طب تفاصيل ايه؟ طيب الغي يا عم، شيل يا عم الحته دي في المونتاج يا عم، لو عشنا بقى ان شاء الله كمان 5 سنين. عارف انت اللي هو إيه؟ يا هنكبر ولا ايه؟ هنا ياسمين بتقول لي نسافر المانيا ازاي؟ فبالطياره يا ياسمين.